السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم نسوي طريقة عمل الدجاج بدون فرن على الغاز بطعمه الأصيل بالتفصيل. تابع معي الطريقة. عندي هنا دجاجة أنا غاسلتها ومنظفتها، راح بس أسوي بها شقوق أو فتحات، إيش قد ما تقدروا تكثرون بها فتحات أو شقوق تكون أفضل لتدخل داخلها التتبيلة. للتتبيلة أعتاز كركم، سماق، لامندوزي، بابريكا، ملح، خاشوقة لا معجون، وسبع بهار. طبعا هذا المعجون راح تنطينا لون حلو وطعم. راح نخلط المكونات ونضيفها على الدجاجة، ايش قد ما تقدروا تدخلون هذه المكونات بداخل الدجاجة تكون اطيب. بقدر المستطاع ان ندخل التتبيلة داخل الدجاجة، خاصة منطقة الصدر تكون اقوى وناشفة، ايش قد ما نقدر ندخل التتبيلة بداخلها بتكون افضل. طبعا راح نتركها الدجاجة لمدة ليلة كاملة. بالنسبة للتبسي بنات، انتو شو تحبون تضيفون هنا؟ تضيفون من الخضار. طبعا انا راح اسوي بطاطا شراح، بصل شراح، طماطة شراح، وكرفس. الخضار اللي تحبونه تقدرون تضيفون. تتبيلة الخضار راح اعتاز كركم، بابريكا، معجون، ملح. راح اضيف له نص قلاص من الزيت. طبعا ما ننسى ان الدجاجة هي هم راح تطلع لنا من الدهون. وراح نضيف له قلاص من المي. نخلط المكونات جيد. راح نصفط اول شي الطبقة الاولى هي البصل، ثاني طبقة البطاطا، ثالث طبقة هي الطماطة، آخر شي نضيف الدجاجة. بنات بعد هذا الفيديو ما أريد ولا وحدة تقول لي أني ما عندي فرن ما أقدر أسوي التبسي. لا بنات حبيباتي، أني سويت اليوم على الغاز بدون فرن، يعني أقدر أسوي الدجاج بدون فرن. طبعا راح يستوي على البخار. راح فقط أضيف له الورق الزبدة وأحط له يعني قبق محكم، راح يسويه هو البخار مثل ما تشوفون بنات واضح بالفيديو. طبعا حطينا هاي الصلصة اللي خلطناها والكرفس. آخر شي راح نضيف له ورق الزبدة ونرفع على النار. هنا بنات بعد مرور ساعة من الوقت، طبعا أخذت من عندي ساعة كاملة من الوقت، كل نصف ساعة أقلب الدجاجة على جهة. استوت مثل ما تشوفون واضح بالفيديو، على البخار فقط، ما ضفت لها أي إضافات. اكتملت وصفتنا لهذا اليوم. طبعا أخذت من عندي ساعة كاملة على النار، كل نصف ساعة أقلبها على جهة. بنات إذا وصلتين هنا لا تنسني باللايك والاشتراك، ومع السلامة.